نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كشف من خلاله عن النجوم الذين يشاركون في حفل افتتاح موسم الرياض، حيث أقام لهم حفل عشاء حضروا مجموعة كبيرة من النجوم العرب والعالميين في جميع المجالات. وظهر من النجوم المصريين والعرب في الفيديو كل من أحمد عز ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي ومحمد أنور وعمرو يوسف ونانسي عجرم وأصالة ورابح صقر. أما عن النجوم العالميين الذين حضروا حفل العشاء في السعودية احتفالا بموسم الرياض، فهم الملاكم مايك تايسون ورونالدو وكريستيانو رونالدو وسلمان خان. يشارك محمد أنور في مسرحية زواج اصطناعي في أول ظهور له بعد الانضمام إلى فريق المسرحية، حيث وصل محمد أنور بطل العالم ليشارك في المسرحية بمشاركة الفنانة مي عز الدين وعدد من الأبطال، وذلك بعد اعتذار الفنان محمد سلام عن تقديم المسرحية في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض، تعاطفا مع الشعب الفلسطيني بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة. ومن المقرر أن يبدأ موسم الرياض فعالياته اليوم بمباراة للملاكم بين الفرنسي فرانسيس والأمريكي تايسون. كما وصل عدد من نجوم تركيا للمملكة العربية السعودية استعدادا لحضور حفل الافتتاح. تشهد الدورة الخامسة من موسم الرياض عدد كبير من الفعاليات، ومن بينها عرض مسرحية زواج اصطناعي، وهي من بطولة الفنانة مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور وسليمان عيد.